جهات على درجة حرارة مرتفعة نتخلص من الزفرة ويحتفظ نوعا ما بالسوائل. خليت بهارات راح أكتبها جوا بصندوق الوصف. خليت ماء يغطيه. بعد ما فار نصيته وبقيته 3 ساعات تقريبا على نار هادئة حتى يكون ذايب بالكامل. بعدها خليت نص ملعقة كبيرة من الملح وخليتها على جنب. قدر ثاني خليت ملعقة من الدهن الحيواني، كوبين من الأرز قليته نوعا ما، وبعدها خليت من ماء سلق اللحم إلى أن يغطي الأرز تقريبا سنتيم. بعدها نصيته وخليته على نار هادئة يستوي. سويت نفس الشي مع الشعرية، قليته وخليت من ماء سلق اللحم، راح ينطي طعم كلش طيب وطعم مركز للقوزي. خليته على جنب على نار هادئة حتى يستوي. بعدها خليت اللحم بالفرن لمدة 20 دقيقة من أعلى وأسفل حتى ياخذ لون وقرمشة من الخارج. الأرز والشعرية صاروا جاهزين. قليت شوية من اللوز المحمص، وزعت الأرز وبعدها الشعرية، وخليت اللحم بعد ما استوى وأخذ